السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الأيام الأخيرة نرى عن مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك أشخاص يريدون الفتنة بين المغرب والجزائر، وتارة أخرى يظهر بعض الأشخاص يقول مثلا في العراق فعلت كذا وكذا ولم يحتفلوا معنا العرب، أو في مصر يقولون كما في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي وريال مدريد، يقولون بعض المشجعين لم يشجعوا الأهلي. يريدون زرع الفتنة بين العرب وبين المسلمين خاصة، وخصوصا بين الجزائر والمغرب. قبل الاتفاقيات وقبل البنود وقبل المؤتمرات التي اجتمعوا كان يسمى المغرب العربي، ولم تكن هنالك الجزائر ومغرب وتونس وليبيا، كانت عبارة عن دولة واحدة. فلما دخل الاستعمار تم تقسيم هذه المناطق، فجعلوا هنالك المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وجعلوا بيننا وبينكم حدود. المشكلة هم الناس الذين يريدون الفتنة بين المغرب والجزائر ويتمسخرون عليهم، كيجيو كيديروا مقاطع فيديو وكيبقاو يضحكوا عليهم الناس. الا كنتي باغي تنصح ولا كنتي باغي تبين الحقيقة، ماشي كدير من موراه شي حاجة باش يضحكوا عليها وحدين اخرين باش انت تطلع وتبان. هذاك كيتسمى جزائري مسلم اخي في دين الله عز وجل، ما كيتسماش كرغولي وما كيتسماش بالجارة السوء كما كيقولوا بعض الاشخاص بدون ذكر اسماء. هذاك اخي في الاسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.